نبغى نمدح بعض لكن بامانه عشان ننقل الصوره عشان ننقل الصوره. والله انا والله انا بقول لك شيء ياسر. لا عشان اكمل والله صدورنا مفتوحه. عارف والله يا حبيبي والله مبسوطين فيكم. انا بقول لك شيء لانه ترى احنا سبحان الله مكملين بعض كلنا. يعني بندرس، بعرف مثلا يوسف انه لاعب مهاري ما في سبق زمانه. يعني لو في الوقت الحالي كان من افضل اللاعبين في العالم. لما اجي اتكلم على ماجد، كل لعيبه النص هو اللي صنعهم، مش احنا اللي صنعنا ماجد. لازم العالم تفهم هذه النقطه. يعني انا لما استلم كره اعرف ان ماجد 50% من تمريرتي سببها ماجد، لانه هو يقرا اللعبه، يتحرك، موهبته، سرعته، خطوته، يعني لمسته الاخيره في الباب، ينجح كل شيء. فيعني انا لي شرف كبير واحلى شيء في مسيره حياتي اني لعبت ورا لاعب اسطوره مثل ماجد، رغم انه ما يحب ان الواحد يمدحه في وجهه، لكن هذا منطق وحقيقي، والدليل انه الكل نجح خلف ماجد. يعني احنا نستمتع لما نشوف ماجد الحقيقه، حتى لو سجل لي لاعب. الله يبارك فيك. طبعا زي ما تكلم الكابتن فهد في تحرك ماجد وقرايه ماجد. بالنسبه لنا احنا طبعا كلاعبين لاعبين في الخلف، بس اتذكر انا كوره في مع المنتخب، انا كنت لاعب مع ماجد في يعني حتى موجوده في اليوتيوب. جزء من الثانيه لو تاخرت او تاخر هو يمكن الكوره خلاص اوف سايد، ممكن تكون اوف سايد. لكن القراءة بيننا يعني ما كانت يعني في التصور، انما في حركة ماجد وحركتنا نفس الطريقة. التقاطع عنده عظيم صراحة، التقاطع في انا لما شفت ماجد، لانه اي تخيير ممكن يكون فيه بسايد. صحيح. لما شفت ماجد بدأ يعني يتحرك على طول انا لعبت الكورة، فصار في انفراد. يعني الانفراد بالنسبة لماجد، بالنسبة لي احنا كلاعبين حتى من اول قبل ما احنا يعني تشرفنا باللعب مع الكابتن ماجد. الله يشرفك. زمان احنا كنا نستمتع لما نشوف انطلاقة ماجد، حتى لو انه احيانا ما يكون عنده تحرك، قد يكون من الجهد او يكون عنده مثلا اصابات. احيانا طبعا ماجد من اللاعبين يتحملون كثير في داخل الملعب. رغم ذلك ممكن في اي لحظه يسجل لك هدف ينهي لك المباراه دي كلها. فاحنا نستمتع لما ونفتخر انه عندنا لاعب سعودي مثل ماجد عبد الله، يعني عنده امكانيات كبيره نفتخر فيه، ونتمنى ان شاء الله ونطلب الله سبحانه وتعالى انه في المستقبل القريب انه نشوفه لاعب مثل ماجد، لاعب مثل فهد الهريفي. يعني الحين شوف هذا اللي لازم ياخذه ماجد. نعم. يعني هناك فرق كبير بين ماجد في تاريخ الكره السعوديه، لا يومك هذا لا يمكن احد يعني يوازيه صراحه. نعم. الا ان بعض التعصب يحاول يقرب البعض، لكن ماجد فارق كبير بتاريخه، بإنجازاته، بثبوته، بالمستويات، بلعبه طوال هالسنين أساسي، عمره ما عرف الاحتياط إلا في موضوع إصابة، ثبات.